مساء الخير عليكم. أنا طالعة أتكلم النهاردة عن أزمة اللاعب أحمد فتوح، وكل اللي بيتقال عنه من ساعة ما شافوه في الحفلة بتاعة الساحل. يا جماعة انتوا بتدمروا لعيبة مصر. فتوح من المواهب الموجودة في الدوري، ولولا ان اللاعب ده زملكاوي كان زمانه دلوقتي ما كان زيزو يعني. سوشيال ميديا، وانا مش عايزه اقول سوشيال ميديا لان الكلمه دي انا بعتبرها مش قانونيه. مفيش حاجه اسمها سوشيال ميديا اساسا، في حاجه اسمها ناس ماسكه التليفونات وكل واحد يطلع يعمل اللي هو عايزه، ومفيش قيود ولا حد بيحاكم الناس دي، وبيسيئوا للناس ويقعدوا يدمروا الناس في، سواء في المجالات بقى كورة ولا فن ولا يعني كل المجالات. آه، اولا حضور الحفلات مش عيب ولا جريمة. وفتوح انتوا لقيتوه في حفلة، ما لقيتوش في شقة مثلا، يعني ما لقيتوش مع واحدة مثلا. فتوح انتوا لقيتوه في حفلة، الحفلة دي كان كلها ناس رافعة موبايلاتها كده وبتصور عادي. الحفلة دي كان حفلة مطرب محترم جدا اسمه راغب علامة. يعني كل الضجة اللي معمولة دي هو ده يتحاسب عليها بقى مدير الكورة اللي طلع خبر للمواقع ان عم اللاعب تعبان. هو انا على معلوماتي ان اللاعب كان على خلاف مع الجهاز الاداري ان هو ساب المعسكر وخد يومين اجازة، لكن حتة ان عمه دي تعبان دي، الكلام ده تروحوا تسألوه بقى لمدير الكورة اللي هو طلعه وقال كده. الحاجة التانية، كفاية بقى هري وهبد على لعيبة الزمالك بالذات، وانا شايفة ان انتم مستهدفين لعيبة الزمالك، خلصتوا عليهم واحد واحد من خلال السوشيال هباب بتاعكم ده. وانا بطالب مجلس الاعلام انه يحط ضوابط لكل اللي بيطلعوا يقولوا على نفسهم سوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي، ان مفيش اساءة لاي شخص ايا كان، لاعب كورة بقى ولا عامل نظافة ولا فنان ولا مطرب شعبي ولا مطرب مهرجانات. يا ريت بقى كل واحد يعرف حدوده ويعرف ده ايه وده ايه، لان كده الموضوع زاد عن حده قوي. والحياة المشاهير الشخصية مش ملك لحد، وفتوح مش مجبر يلف على جماهير الزمالك واحد واحد يقول لهم انا رايح حفلة، ولا يروح يستأذن من الناس يا جماعة انا رايح حفلة. هو حر في حياته، كل واحد بياخد اجازة بيطلع يعمل اللي هو عايزه في اي مكان، حفلة بقى ولا فرح ولا اي مكان يروح، وكل واحد حر. كل واحد حياته الشخصية برا الملعب هو حر فيها، هو مش ملك للجماهير يعني. احترموا خصوصيات الناس شوية، كل واحد له حياته الخاصة. ما ينفعش ان حد يفضل يطاردك ويتطاول عليك بقى كده ما بيحصلش بره ولا في اوروبا الكلام ده، ليه بيحصل هنا؟ السوشيال ميديا دي المفروض تبقى يعني للصالح العام، يعني تناقش قصة، تناقش موضوع مفيد، مش تقعد فضايح فضايح فضايح. وانا يهمني ايه ان اعرف فضيحة لاعب، ولا يهمني ايه ان اعرف حياته الشخصية اللاعب يعني؟ انا هعمل بيها ايه؟ ولا الفنانة اللي اتطلقت ولا الفنانة اللي اتجوزت، انا مالي؟ كفاية بقى لحد كده، كفاية الناس اللي بيقولوا على نفسهم سوشيال ميديا، لان انتوا خربتوا الدنيا، بتدمروا اللعيبة بتدمروا الفنانين. ويا ريت بقى المجلس الاعلى للاعلام يشوف حل للموضوع ده.